السلام عليكم يا أحلى متابعين. بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مسلسلنا النهاردة بيبدأ في سنة 2020 في ليلة كان فيها عاصفة ثلجية ومجموعة كبيرة جدا من جنود الجيش محاصرين مكان في المدينة اللي غطاها التلج والمروحيات محاصرة المكان. بنشوف في التلج ده مجموعة من الوحوش بتظهر كل شوية وبيحاولوا يتحركوا، بس المروحيات بتضرب عليهم نار لغاية ما بيخرج شاب من الأنقاض وكانت هدومه متقطعة ومتصاب إصابات كتيرة في جسمه زي ما يكون كان بيتقاتل مع الوحوش دي. الجنود في الأول كانوا فاكرينه وحش لأن ما كانش حد مستوعب إن يكون في إنسان قدر ينجو من الكارثة اللي حصلت هنا، وبدأوا يضربوا عليه نار بس هو مش بيتأثر وبيكمل مشي. كان في حاجة غريبة قوي، عينيه كانت كلها سواد وشكله مش إنسان عادي. تفتكروا إيه حكايته وإيه اللي خلاه يتحول وكمان ينجو من الوحوش دي ومن ضرب النار والرصاصات اللي أصابته؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في أحداث مسلسلنا النهاردة. بس زي ما قلت لكم خلونا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما تنسوش الدعم باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لو أول مرة بتشوفونا، وقولوا لنا في التعليقات بتتابعونا منين. قبل الكارثة دي بشهر كان يون سو ماشي في الشارع رايح على المجمع السكني علشان يسكن هناك، بنلاحظ ان مفيش معاه ولا حاجة غير الكمبيوتر. ساعتها وهو معدي كان في واحد من حراس الامن بيقص العشب، ومرة واحدة سلاح الآلة بيطير وكان هيلبس في وشه يون سو لولا ساتر ربنا كان بعيد عنه ب3 سم بس. لما الحارس بيكلمه علشان يعتذر له بيقول له ان مفيش عمال يقوموا بالخدمات دي والشركة مكلفاه بكل الاعمال ومش بتديله فلوس كفاية كمان. وكل ما يون سو يجي يرد عليه الحارس يقول له علي صوتك علشان مش سامعك. كان صوته واطي جدا ومنطوي في نفسه وبيرد بالعافية. ولما بيوصل اوضته بيقعد في حالة يأس واكتئاب، ما هو عايش لوحده وملوش حد ومش بيشتغل ولا له هدف في الحياة. ساعتها بيوصل لمستوى عالي من اليأس وبيقوم يطلع على سطح العمارة ويقف على السور علشان يرمي نفسه وخلاص ينهي حياته المملة دي. في الوقت اللي كان حارس الأمن بيتعرض لمشكلة في شغله لما واحد من الشركة صاحبة العمارة بيجي وبيشوفه نايم مش بيشوف شغله وبيفرض عليه انه يشيل السرير لأن الناس اشتكوا انه بينام وقت طويل ومش بيشوف شغله. وبعد ما المدير بتاعه بيمشي بتيجي واحدة من السكان تديله صندوق فيه سمك وتقول له انه جاله هدية وهي اصلا مش بتاكل السمك. فالحارس بيفرح ولما بيفتح الصندوق بيتصدم ان السمك بايظ وريحته بشعة، وفي لحظة بيجيله نزيف في مناخيره وحالته بتسوء. ساعتها على سطح العمارة كان هيون سو بعد ما كان هيرمي نفسه خلاص بيلفت نظره بنت كانت بتدرب على الباليه فبتجذب انتباهه شوية. ساعتها هي بتاخد بالها منه وبتقول له انت لو عاوز تموت نفسك روح مكان تاني علشان ما تعملش مشاكل لسكان العمارة، كفاية المشاكل اللي عايشين فيها. بينزل على اوضته وقتها بيلاقي الحارس واقف قدام اوضته بيبص من العين السحرية عاوز يشوفه جوه ولا ايه. والحارس بيتفاجئ بهيون سو وراه فبيقول له انه لازم يملأ استمارة تسجيل. ساعتها هيون سو بيقول له انه هيبقى يعدي عليه في مكتبه وبعدين بيدخل اوضته وبيقفل الباب، بس بيتفاجئ ان الحارس مسك الباب بقوة وما كانش راضي يخليه يقفله. وهيون سو بيشد الباب بالعافية وبيقفله بسرعة لانه خايف من الحارس. ولما بيبص عليه من العين السحرية بيلاقيه لسه واقف قدام الباب وبيحاول يتجسس عليه. في الوقت اللي كانت جارته ماشية في الممر وبتكلم امها وبتزعق معاها علشان ما نجحتش في تجربة الاداء في الدور الجديد، كانت متضايقة جدا علشان كمان اتصابت بنزيف في مناخيرها. ولما بتعدي وتدخل اوضتها وهي بتقول انها جعانة قوي الحارس بيمشي وراها. وفي شقة تانية كانت جي سو بتتدرب على عزف الجيتار وبتعمل معزوفة جديدة علشان اختبار الفرقة، وبعد ما تخلص بتخرج وهي مستنية الاسانسير بتيجي واحدة من سكان ومعاها عربية اطفال بتستنى مع جي سو اللي بتتفاجئ ان الست مجنونة بتتكلم على بنتها الصغيرة وبتلعب معاها والعربية اصلا فاضية ما فيهاش اطفال ولا حاجة. ساعتها جي سو بتخاف منها ومش بتركب معاها الاسانسير، واللي بيشوف الموقف ده كان جار تاني ليها اسمه هيوك اللي بيقولها انها مش مجنونة ولا حاجة. كل الحكاية انها فقدت طفلتها من فترة لما العربية اتدحرجت منها في الشارع وهي مش واخدة بالها وشاحنة خبطت عربية بنتها اللي كانت عندها سنة واحدة وقتلتها. وهيوك بيقولها ان ده ابتلاء من ربنا، وان كل واحد مننا بيكون عنده ابتلاء مختلف كاختبار لينا وبيقربنا من ربنا وبيعرفنا ازاي هنتصرف في اكتر وقت نحس فيه بالضعف والعجز واليأس. بعد ما بيخرجوا من الاسانسير هيوك بيخبط في واحد من بتوع العصابات واسمه سانج ووك اللي بيوقع منه شريط لاصق. في مشهد بنشوف انه كان بيستخدم الشريط ده في تعذيب واحد من سكان العمارة مكتفه كله زي الموميا مش باين منه غير عين واحدة وبقه، وبيوريه صورة في التليفون والشاب المتكتف بيترجى ما يقتلهوش. يون سو كان في شقته قافل على نفسه فترة طويلة مش بيخرج وعايش على أكل الرامن والنودلز وبيلعب 24 ساعة فيديو جيمز. وفي الشقة اللي جنبها على طول كانت البنت الممثلة بتبكي إنها جعانة ومفيش عندها أكل ولا عارفة تأكل القطة بتاعتها حتى. وبعدها بشوية لما هيون سو بينام بيجيله رسالة من واحد صاحبه إنه عدى عليه وملقاش حارس العمارة فساب له كرتونة نودلز قدام الباب. ساعتها هيون سو بيفتح الباب علشان ياخدها بس بيتفاجئ إن الكرتونة مفتوحة وكمية كبيرة منها متكسرة ومتقطعة على الأرض.
ولما بيمشي ورا الآثار بيتصدم لما بيلاقي باب جارته مفتوح وفيه دم على الأرض، وهي بتمد إيديها فجأة تاخد راس القطة اللي كانت بتتدحرج على الأرض وبتاكلها. ساعتها هيون سو كان هيموت من الرعب، وبحركة واحدة كان دخل شقته وقفل الباب وجري استخبى تحت الغطا على السرير. بس بيتفاجئ إن جارته دي جت تخبط على بابه وبتطلب منه المساعدة وإنها جعانة ومحتاجة أكل. ولما هيون سو بيقرب من الباب وبيشوفها في الكاميرا وكان هيفتح لها الباب، بس بيقرر يتصل بالشرطة الأول. لما بيجي يتصل مش بيلاقي شبكة في التليفون وكان في صوت طنين عالي، فبيرجع يشوفها وبيفكر اللحظة وبيطلب منها توريه ايديها وهو هيفتح لها. ساعتها البنت بتتحول وعينيها بتسود ومناخيرها بتنزل بغزارة وبتهجم على الباب تكسره وتدخل علشان تقتل هيون سو. بس وقتها كانت جيسو عاملة دوشة بعزفها العالي والبنت اللي اتحولت بتروح ورا الصوت. ساعتها هيون سو بيخرج من الشقة ومعاه عصاية حديد علشان يدافع بيها عن نفسه، بس مش بيلاقيها في المكان. لما بيشوف هيوك بيسأله ما شفتش واحدة غريبة من شوية، وبيقع من طوله من الصدمة اللي حصلت له. في الوقت اللي كانت البنت المتحولة بتخبط على جيسو، وعلى ما راحت تفتح لها بتشوفها في الكاميرا وبتتصدم من شكلها، كانت مخيفة وفي هيئة وحش فعلا، وبتنزل ضرب وتكسير في الباب علشان تدخل. وجيسو مرعوبة مش عارفة تعمل ايه، وفجأة البنت المتحولة بتختفي. ولما جيسو بتخرج تشوف في ايه اللي بيحصل، هيوك كان وصل وبيقول لها ان في حاجة مش طبيعية، لان الباب مع انه معدن مصفح كان اتطبق خالص. وبنكتشف ان تحت في العمارة كانت الابواب مقفولة ومحدش من السكان عارف يخرج. حارس الامن محدش لاقيه ومش عارفين ايه اللي بيحصل. وساعتها كان في واحدة من السكان اسمها كيونج بتشتغل اطفائية، بتكسر اوضة حارس الامن وبتتصل بالطوارئ، بس بتسمع رسالة ان في حالة طوارئ في البلد. وكين بقى كان عمال يضغط على كل الازرار علشان يفتح ابواب العمارة بس مش بيعرف، وبيطفي الانوار. وعلى ما بيلاقي مفتاح الانوار وبيدوس عليه، كانوا الناس اتفاجئوا بان في واحد شكله غريب واقف عند البوابة. كان طويل جدا وشكله مرعب، ومرة واحدة بيهجم على الناس وبيقتل منهم واحد وبيمتص كل دمه، والراجل بيقع على الأرض جثة أشبه للموميا. ساعتها الناس كانوا في حالة رعب وصدمة من المنظر ومش بيقدروا يتصرفوا زي ما تكون حركتهم اتشلت. بس هيوم بيجي بسرعة وبطفاية الحريق بيسلطها على الوحش لغاية ما بيجبروا إنه يتراجع وبيقفلوا المصاريع بسرعة. بس للأسف كان الوحش أسرع ومش بيعرفوا يخرجوه في الوقت المناسب، وهيوم كانت الطفاية خلصت ومبقاش عارف يعمل إيه. فكان الوحش بيهجم عليه وكان هيقتله، بس كيونج بتجري عليه وبتبعده عن الوحش وبتخلي الوحش يبعد كمان. وساعتها كانت المصاريع بتتقفل وكيونج هتتحبس بره، بس هيوم بينقذ حياتها زي ما انقذت حياته وبيشدها بسرعة يدخلها. في الوقت اللي كانوا فاكرين ان جه وحش واحد، هيوم بيقول لهم ان الشارع بره مليان. ولما بيبصوا بره المبنى بيتفاجئوا ان فعلا الشارع كله مليان بالبشر اللي اتحولوا لوحوش مخيفة ومرعبة. المدينة كانت متدمرة حرفيا، فبيعرفوا ان دي نهاية العالم خلاص. تاني يوم الصبح لما سو بيفوق وبيفتح الشباك بيشوف ايه اللي بيحصل في المدينة، بيتفاجئ ان المدينة بقت خراب، وهو مرة واحدة مناخيره بتنزل بشدة. بنرجع فلاش باك كام سنة لما كان سو عنده 19 سنة، كان على طول حابس نفسه في اوضته ومش بيخرج منها خالص، ومع انه كان في ثانوي لانه ما كانش لا بيروح المدرسة ولا عنده اصحاب، عايش يلعب فيديو جيمز وبس. وبنعرف ان عنده مشاكل نفسية وتاريخ مع الاذى الذاتي، كل ما كان بيتعب او بيتضايق كان بيجرح نفسه. وامه حتى ما كانتش عارفه انها تخرجه من الاوضه ولا بتتواصل معاه غير من خلال رسائل التليفون. ابوه كان بيلوم امه انها السبب في حالته دي، وكان جاب اخره من هيون سو وكان بيتخانق مع زوجته وهما في الطريق، وبنته بتحاول تهديه وتقوله ان الذنب في حاله هيون سو ومش ذنب امها. فجاه بتخبطهم شاحنه والعربيه بتتقلب وهما الثلاثه بيموتوا. في الجنازه الكل بيتفاجئ بهيون سو جاي وبيزعق لعيلته انهم ماتوا وسابوا له 30 مليون وون، بس ازاي هيعيش بيهم، وانهم اخيرا حققوا رغبتهم وخرجوا من الاوضه. وبينهار وبيزعق والناس بيخرجوه بالعافية. كل ده كان هيون سو بيحلم بيه وهو لسه مغمى عليه، وجيسو قاعدة جنبه بمضرب البيسبول تحرسه. في الوقت اللي سانج ووك بيتعرض لهجوم من جارة هيون سو المتحولة الجعانة، وبنتفاجئ برد فعل سانج ووك وانه مش ضعيف ابدا وعنده ثبات انفعالي، وبيمسكها بايد واحدة وبيبعدها عنه بعد ما بتوض في كتفه، وبينزل فيها ضرب بايده وبيدوس فيها لغاية ما بيقتلها لدرجة انه بيكسر الحيطة. وجيسو كانت نازلة السلم لما بتلاقي الحارس في حالة تحول وواقف يكلم نفسه في الحيطة، ومرة واحدة أول ما بيحس بيها معدية من وراه كان هيهجم عليها، بس هيوك بيظهر ومعاه سيف من بتوع الساموراي وبيضرب بيه الحارس اللي اتحول وبقى وحش مخيف وبيقطع له راسه نصين. في مدخل العمارة كان في خناقة بين الناس علشان واحدة من السكان كانت عاوزة تفتح الباب بالعافية علشان بنتها جاية في الطريق ولسه ما وصلتش وخايفة عليها من الوحوش اللي بره، بس محدش بيخليها تفتح الباب علشان حياتهم كلهم ما تتعرضش للخطر. ساعتها الكل تليفوناتهم بترن وبيجيلهم رسالة تحذير من الطوارئ انهم لازم يستخبوا في مكان مقفول وما يخرجوش الشارع، واي حد تظهر عليه اعراض الرعاف ونزيف الانف لازم يعزلوه لان دي بداية التحول. وبنتفاجئ ان الحارس اللي راسه اتقطعت لسه عايش وبيقوم يمشي مش شايف، بس بيسمع بودنه اللي كان سماعها اقوى من الخفاش. وفي الوقت اللي كان فيه مجموعة بيتخانقوا علشان عاوزين يطلعوا الادوار اللي فوق ويستخبوا في شققهم،
بيتفاجئوا بالباب بيتفتح، وده كان سانج ووك ومعاه أخته هيوك. وأول ما الناس بيشوفوه في آثار عض على كتفه، كين بيصعقوا علشان فاكروا إنه هيتحاولوا يبقى خطر عليهم. وبعد 8 ساعات كان هيون سوك في شقته لسه بينزف، فبيدخل على الإنترنت علشان يشوف الأعراض اللي عنده دي بتاعت إيه، بس النت بيفصل فجأة من غير ما يعرف كل المعلومات اللي عاوزها. ساعتها بيحس بالجوع، فبيفتح الباب يشوف كرتونة النودلز لسه زي ما هي ولا إيه علشان يجيبها، بس بيتصدم لما بيلاقي الحارس المتحول سمع صوت الباب بيتفتح ودخل الشقة. ويونسو واقف كاتم نفسه وخايف يتحرك، والحارس يحس بيه ويبقى في ورطة وهيقتله. ولما الحارس بيسمع صوت بره بيخرج تاني، ويونسو واقع على الأرض في صدمة وبيحمد ربنا إنه محسش بيه. سانج ووك كانوا كتفوه في كرسي علشان خايفين منه، ولما كين بيدخل يقتله قبل ما يفوق. أول ما بيقرب من سانج ووك بيفوق وبيخبطوا خبطة في راسه ويوقعه على الأرض مغمى عليه. وكيونج كانت هي وهيوك بيدوروا لو حد محتاج مساعدة، وبيلاقوا الشاب اللي سانج ووك كلفهم ولا الموميا ده، فبيساعدوه بيحرروه. ساعتها بيقولهم ان في حرامي اقتحم شقته وهو اللي عمل فيه كده، بس بالعقل كده لو هو حرامي كان قتله في لحظة وسرق اللي هو عاوزه ومشي، ليه يكلف نفسه الجهد ده كله الا اذا كان في حوار كبير. المهم ان يو جاي بياخد مطرقة وبينزل معاهم علشان يدافع بيها عن نفسه هو كمان. والست اللي بنتها بره كانت بترجاهم انهم يسيبوها تخرج تساعد بنتها، بس محدش بيوافق. وهيون سو كان في اوضته قرر ينتحر تاني، وبيفتح الشباك علشان يرمي نفسه. بيتفاجئ ان الدور اللي تحتيه كان واحد متعلق في الشباك وبيحاول ينزل من المبنى علشان ياخد اولاده للامان، بس المفاجأة ان كان في وحش له عين كبيرة جدا زي عين الحلزون كده بتتحرك مسافة طويلة بعيد عن جسمه، ومرة واحدة بتهاجم الراجل وولاده كانوا في الشباك مش عارفين يعملوا له ايه، وعين الوحش بتقرب منه وكانت هتهاجمه. ساعتها كان هيون سو استخبى اصلا، بس لما سمع صوت الاطفال بيصرخوا فتح الشباك تاني ووقع المكيف على عين الوحش. وبعدها بيتفاجئ ان العين شافته بتهجم عليه وبتلف عليه لغاية ما بتعصره وكان هيموت. وفي اللحظة دي بيسمع صوت ضرب نار والعين اتدمرت، ولما بيبص من الشباك بيلاقي ان هان دو سوك واحد جاره هو اللي ضرب نار على العين وانقذ حياته. وبيتواصل مع هيون سو بجملة كتبها على لوحة، وبيتفقوا على انه ينزل ينقذ الولدين بسرعة من غير ما يعمل صوت لان الوحوش دي مش بتموت. في الوقت اللي كان جاي يو مشي لوحده ورجع على شقته تاني. وقبل ما هيون سو بيروح في مهمته بيعدي على دوسك اللي بيحول العصاية اللي كانت معاه لسلاح صاعق، وبيجري بيها في الممرات بيحاول ان يتفادى الوحوش، بس الوحش اللي سمعه قوي بيحس بيه وبيطارده وكان هيقتله، لان هيون سو اتحرك بسرعه وبيرمي كنز ناحيه الوحش علشان يشتته. ومره واحده بيهجم عليه وبيصعقه لغايه ما بيقع على الارض، وهيون سو بيتحرك بسرعه وبيروح ينقذ الولدين. في الوقت اللي كانت كي وانج نزلت البدروم علشان تقضي على الوحش اللي هناك. ولما بنرجع تاني لهيون سو كان ماشي مع الولدين علشان يرجع بيهم لشقه دوسك، فجأة مناخيره بتنزل بغزارة وبيبدأ انه يتحول ويشوف لمحات من ماضيه، وبنعرف انه كان بيتعرض لتنمر شديد من زمايله في المدرسة، وكل التعذيب والاصابات اللي في ايده وجسمه بسبب التنمر. ومرة واحدة هيون سو عينيه بتتحول للون الاسود وكان هيهجم على الاولاد يقتلهم. بنرجع فلاش باك ليوم الحادثة بتاعة اهله، وبنعرف ان يومها جات له رسالة من لعبة جديدة، وبيقدم هيون سو انه يكون مجرب للعبة دي قبل ما تنزل السوق. ساعتها بتحصل خناقه بينه وبين ابوه وبيعملوا الحادثه كلهم وبيموتوا، مش بيفضل غيره. وبعد ما بيكون في غيبوبه فتره بيفوق، ولما بيخرج من المستشفى كان حاسس انه 2 في 1، في شخصيه شريره جواه بيمثل كل اهواءه وغضبه كانت بتحاول تسيطر عليه علشان يبقى شرير. وفي الوقت الحاضر كان هيون سو وقع مغمى عليه، والاطفال بيساعدوه بيحاولوا يفوقوه لان كان في وحش ضخم بيكسر في الحيطه علشان يعدي وياكل الاطفال. ساعتها هيون سو بيتصدى للوحش مع انه بيتحول هو كمان، بس بيمنعه من انه يقرب للاطفال وبيحميهم لغايه ما بيهربوا من الوحش. وبعد ما كان الوحش نازل ضرب في هيون سو بكل قوه وبيخليه يكسر الحيطه كمان، بيظهر هيوكو بيهاجم الوحش العملاق بسيفه لغايه ما بيوقعه على الارض، وهو وجي سو بينقذوا هيون سو. وجي سو لما بتلاقي انه مصاب كانت عاوزه تقتله قبل ما يتحاولوا يقتلهم كلهم، بس هيوك بيمنعها. ساعتها هيون سو بيترجاهم انهم يساعدوه ينفذ وعده وانه ينقذ الاطفال ويوصلهم شقه دوسك في امان. الاطفال كانوا طالعين السلم لما بيتفاجئوا بالوحش بودان واحده قدامهم، فبيقفوا متسمرين في مكانهم لان هيون سو كان حذرهم من الوحش ده قبل كده وقال لهم ازاي يتصرفوا لو قابلوه. فعلا بيقفوا ثابتين لغايه ما بيعدي ومش بيحس بيهم، بس فجاه الوحش العملاق بيظهر تاني وبيتوجه ناحيه الاطفال يهاجمهم. بس ساعتها الوحش بودان واحده بيسمعه وبيمد ايده اللي بتتمط زي غصن الشجره وبيتمكن من الوحش العملاق وبيتقاتلوا سوا لغايه ما الوحش العملاق بيرمي التاني من الشباك. الاطفال كانوا استغلوا الفرصه وهربوا وطلعوا يدوروا على اي حد يساعدهم لغايه ما بتظهر الست اللي فاكره بنتها لسه عايشه بتتصدى للوحش. في الوقت اللي كان رئيس البلد بيقول خطاب في الناس بيحذرهم من الخطر اللي البلد فيه وانهم لازم يفضلوا في بيوتهم، بس فجاه الرئيس بتظهر عليه اعراض الاصابه على الهواء وبيتحول بيقول للناس انهم كلهم هيموتوا ودي نهايه العالم، لغايه ما واحد من الجنود بيضربه برصاصه يقتله قبل ما يكتمل تحوله ويبقى وحش منيع.
وكل اللي بيشوف الخطاب ده بينهار وبيعرف ان الخطر حقيقي وانهم ميتين لا محالة. وكيونج تحت المبنى في البدروم بيسحبها، وحش غامض مش بتقدر تتحرر منه. والوحش العملاق كان بيقرب من الست اللي بتحمل اطفال وبيدوس على عربية الاطفال بتاعتها. في اللحظة دي بيتهيأ لها انها شايفة بنتها الرضيعة على الارض والوحش بيدوسها، فبتصور وبتتجنن وبتقول انها مش مجنونة زي ما الكل فاكرين، وانها عارفة كويس ان بنتها ماتت بس ما كانتش قادرة تتقبل حقيقة فراقها وانها فقدتها. وفجأة الوحش بينزل ضرب فيها، وهنا هيون سو وهيوك وجي سو كانوا وصلوا بيشوفوا المنظر. ولما الوحش كان هيهاجمهم هم، الست بتقوم من على الارض بعد الضرب المميت اللي اخدته، ولو انسان عادي ما كانش زمانه عايش اصلا. بس بنكتشف انها مصابة اصلا وبتبدأ في التحول، وعينيها بتكون باللون الاسود بتخنق الوحش وبتنزل فيه ضرب. وجي سو بتساعدها وبتضربه هي كمان، على ما هيون سو بياخد الولدين وبيرجع بيهم لشقة دوسك. وعشان هيوك يتغلب على الوحش بيخليه يطارده لغايه ما بيوقعه في فخ انه يجري وراه بكل سرعته، ومش بيقدر يتحكم في نفسه، بيقع من الشباك على الارض بره. وتاني يوم كانت واحده من السكان غفلت هيون وفتحت المصاريع علشان تخرج تجيب بنتها اللي محبوسه بره واكيد في خطر كبير. وعلى ما الباب بيفتح كانوا الباقيين منعوها تخرج وحاولوا يقفلوا الابواب تاني. بس المفاجاه ان بنتها بتطلع فعلا عايشه وبتجري ناحيه المبنى، ومفيش ولا واحد بيفكر انه يساعدها ولا يسيب امها تساعدها. وساعتها كان في جندي موجود هو اللي بيجري بسرعه علشان ينقذ البنت لما بتقع على الارض. واول ما بيقرب لها الكل بيتصدموا لما بيلاقوا الوحش اللي شافوه اول مره ظهر وقتل البنت والجندي بضربه واحده اخترقت اسمهم هما الاثنين. بعدها الوحش بيقرب من المبنى وبيهاجمهم، بس اللي بيحوش عنهم ان الابواب الحديديه كانت بتقفل. وهيوم بيقف مشلول مش بيتحرك من صدمته. والدة البنت بتضربه وبتلومه ان هو سبب في موت بنتها، وان لو كان فتح الباب من بدري زي ما طلبت كان زمان بنتها في امان. في الوقت ده كان هيون سو راح مع هيوك وجي سو وساب الاطفال مع دوسك. وكيونج كانت محبوسه في شرنقه عملها عليها الوحش اللي شبه العنكبوت في البدروم، وهي بتقدر تحرر نفسها اول ما الوحش بيجي يفتح الشرنقه علشان ياكلها وتهرب منه في انبوب التهويه. طبعا الوحش مش هيسيبها، بيفضل يطاردها وهي بذكاء بتستخبى منه في الزاويه ومش بيشوفها. بس لما بتيجي تخرج من فتحه التهويه الوحش كان عارف مكانها وبيلحقها وبيلف شباكه على رقبتها، وكانت بتتخنق بس بتكسر حته حديده وبتقطع بيها الشباك دي بسرعه قبل ما تموت وبتتحرر منه. ولما بترجع اول حاجه بتعملها انها بتضرب هيون علشان هو اللي بعتها البدروم، وهو عارف ان هناك وحش اصلا علشان تصلح كابلات الكاميرات. في خلال الجيش بيعرفوا الناس ان الحل الوحيد علشان يحموا نفسهم انهم يقتلوا اللي بيظهر عليه الاعراض في الساعه الذهبيه قبل ما يتحول بشكل كامل. وهيون سو كان نازل على السلم لما فجاه بيقع وبينزل على الارض من الدور التاسع. غريب انه بيفوق بعدها كانه ما حصلوش حاجه، وساعتها الناس ما كانوش متقبلين وجوده وسطيهم لانه بيمثل خطر عليهم وممكن يتحول بشكل كامل في اي وقت. في شقة دوسك كانت الست اللي بتحمل اطفال بتحضر لهم الغدا لما فجأة بتبدأ تتحول وهي بتقطع الخضار، وبدل ما تقطع الجزر بتقطع صوابعها، ومرة واحدة عينيها بتسود وبتبص للطفلين. يا ترى هتقتلهم بقى بعد كل ده ولا ايه اللي هيحصل؟ الكل تحت كانوا متجمعين بيعملوا تصويت على ان هيون سو هيقعد معاهم ولا يمشوه، بما ان المجموعة شايفين انه خطر. فجأة كان بينزف من انفه وبيبدأ في التحول، وبعد ما كان هو اكتر المعارضين لوجود هيون سو وبينتهي بيه الحال ان هو اللي بيتحبس خوفا منه يتحول. والباقيين بيشوفوا ان كيم حصل له كده عقابا من ربنا علشان معاملته القاسيه لزوجته اللي كل ما يشوفها يضربها، وهنا مع انها ما عملتلوش حاجه. وبعد شويه كان كيم موقفه اتغير وبيترجى هيون سو انه يقول له على السر اللي بيخليه ما يتحولش بشكل كامل علشان يبقى زيه، بس هيون سو مش بيساعده. وسانجوك كان مستني جاي يو وبيهجم عليه وبينزل فيه ضرب، بس جاي يو بيهرب منه وبيخلي الناس يحبسوه على انه متحول مع هيون سو وكيم، كل ده علشان يخلص من سانج ووك. بس سانج ووك كان عاوز المفتاح اللي معاه وعرف ياخده منه من غير ما يحس وهو بيضربه. دوسك كان في الوقت ده بيعدل الأسلحة بتاعته بيجهزها علشان يكون مستعد لما البنت الصغيرة بتصحى من النوم وتسأله على الست راحت فين، ولما بيدور عليها بيلاقي انها اتحولت وبقى في جنين عملاق في الأوضة جوه مقفول عليه وهي ملهاش أثر. لما كان دوسك هيضربها بالنار ويقتلها بيفتكر كلامها وقت ما كانت بتحكي له على طفلتها وفرحتها بيها في كل مرة كانت بتناديها بأمي، وأول مرة اتحركت فيها فبيقفل عليها الباب تاني وبيسيبها من غير ما يأذيها. في الوقت اللي كان سانج ووك بيطلع على شقة جاي يو علشان يفتشها من جديد، وهنعرف السبب دلوقتي ليه العداوة اللي بينهم دي. لما هيون سو وهو طالع لدوسك بعد ما هيون طلب منه انه يجيبه تحت علشان يساعدهم في تأمين المبنى بما انه خبير في الأسلحة، بعد ما شاف السلاح اللي مع هيون سو بيتقابل مع سانج ووك وبيتقاتل معاه لانه كان متحول وعينيه سودا، وسانج ووك بيفتكره هيقتله. فجأة هما الاتنين بيتفاجئوا بحريق في الدور الخامس وفي وحش وسط النار دي بيسحبهم وكان هيقتلهم، بس من حظهم ان سيوب العجوز ويوري الممرضة بتاعته بيظهروا بيساعدوهم بسرعة وبياخدوهم على شقة سيوب لغاية ما بيفوقوا وبيتحسنوا شوية. لما سيوب بيعرف ان هيون سو متحول بيطرده وهو بيقول له ان لو كان يعرف ان وحش ما كانش انقذه لان شاف جروحه بتلتئم بسرعة جدا وعنده قوة التعافي الذاتي، بس بيطلع بيخدعه وبيتريق عليه. بيروح معاه المهمة بتاعته علشان يساعده،
اما سانج ووك فكان اول ما فاق خرج وراح على شقة جايو، وبنعرف ان كل واحد من اللي بيتصابوا بيتحولوا الوحش اللي بيتحولوا ليه على حسب رغبتهم الدفينة وشرورهم الداخلية. وجايو لما بيدرك ان سانج ووك سرق مفاتيحه وطلع فوق بيتجنن. ساعتها كان سانج ووك بيدور في شقته ومش لاقي اللي بيدور عليه، لغايه ما بيشوف باب احمر وهو خارج. لما بيجرب يفتحه بيدخل وبيلاقي ان ده استوديو تحميض ومليان بصور اطفال كانوا مخطوفين واتقتلوا، والشرطه ما عرفتش تلاقيهم. وكان من ضمن الاطفال دي ابن سانج ووك، وكان بيخطف الاطفال دي وبيعذبهم، واللي لبس القضيه مكانه هو سانج ووك. عشان كده سانج ووك كان بيعذبه من البدايه. ساعتها بينزل زي المجنون وفي قوه رهيبه من رغبه الانتقام والغضب الشديد، بيدور على جايو. اول ما بيلاقيه كان جايو معاه مطرقه كبيره بيضرب بيها سانج ووك، بس هو مش بيتاثر بالضربه وبيهجم على جايو ياخد منه المطرقه، بينزل بيها ضرب في جايو وبيفتكر حكم المحكمه وانه طلع زي الشعره من العجين، مع انه اذى اطفال كتيره جدا، لغايه ما بيكسر دماغه وبيجرجره بعدها وبياخده بره المبنى، وبيقولوا انه ما يستحقش يموت موته انسانيه لانه مش انسان اصلا. وبيفتح الباب من غير ما اي حد يحاول يمنعه ولا يقرب منه حتى، وبيرمي جثه جايو بره الوحوش تاكلها. شويه وبيدخل تاني للمبنى ومعاه جثه الجندي وجثه البنت اللي الوحش قتلهم الصبح، وبيقفل الباب على نفسه بره. بس ساعتها هيوك بيمنعه وبيفتح الباب تاني وبيدخله جوه المبنى بعد ما وقع على الارض مغمى عليه. وبعدها بنشوف هيون سو وهو كل شويه واخد السلاح بتاعه بيطلع يدور في الادوار العليا على اي حد محتاج مساعده ويوصلهم للدور الارضي علشان يكون كلهم في امان. وبره المبنى كان العالم بقى غابه، وحوش بتتغذى على البشر ووحوش اكبر بتتغذى على الاتنين، وكان صراع للبقاء كبير. يا ترى مين اللي هيفوز فيه؟ البشر هيعرفوا يتأقلموا مع الفيروس الجديد ده ويستخدموا قواهم الجديدة زي هيون سو، ولا هيبقوا كلهم وحوش؟ سانج ووك المرة اللي فاتت قتل جاي قدام كل سكان العمارة من غير ما حد يمنعه. نرجع في الاشباك لسنة 2003 علشان نعرف اللي خلاه رجل عصابات. وقتها كان سانج ووك شاب عادي جدا بس بيتعرض للتنمر، وواحد زميله بيولع فيه النار وبيسيبه. وسانج ووك لما بيتحسن شوية بيقابله في الشارع وبيسأله هو عمل فيه ليه كده. ساعتها الدنيا كانت بتمطر والشاب المتنمر بيقول له ان لو كانت الدنيا مطرت يوم الحريقة كان زمان الحكاية مختلفة. بيقول له انه اتعاقب خلاص واخد جزاؤه، يعني يسيبه وملوش دعوة بيه. وبيضحك لسانج ووك ضحكة صفرة شريرة. وبنعرف ان الشاب ده اتحكم عليه ب11 شهر سجن مع ايقاف التنفيذ، يعني يعتبر لا اتعاقب ولا حاجة. ولما سانج ووك بيفتكر القاضي وبينطق الحكم بيهجم على الشاب مرة واحدة وبيطعنه في رقبته ويقتله في لحظة. كان الحريق ده هو اللي تسبب لسانج ووك بالندوب اللي في وشه وجسمه كله. في الوقت الحاضر من كام شهر وتحديدا في يوليو 2020 واحد بيروح لسانج ووك وبيديله صورة بنته وبيطلب منه انه يدور له عليها بما انه راجل عصابات وبيقتل الناس مقابل فلوس. ولما سانج ووك بيرفض وبيطرد الراجل بيتحايل عليه وبيترجى انه يدور على بنته، وبيعرف ان اللي خطفها كان مصور طلب منه انه يصور البنت ومن بعدها وهو خطفها، والراجل مش لاقي بنته ولا عارف يوصل لها. وبيدي لسانج ووك كل ما يملك من فلوس وصورة البنت، وسانج ووك بيضطر يقبل لما بيلاقي الراجل حالته صعبة ونفسه يلاقي بنته ويطمن عليها عايشة ولا ميتة قبل ما يموت. ولما سانج ووك بيدور على البنت بيوصل لجاي اللي كانت معاه نفس الميدالية بتاعت البنت وكانت متصورة بيها. ولما بيدخل الأوضة اللي كانت مقفولة بالمفتاح بيلاقي صورة البنت قبل ما يقتلها هي وأطفال تانية كتير. ساعتها بيقتل جاي بوحشية لأنه عرف إن لا يمكن يكون إنسان وما يستحقش يموت بإنسانية جزاء على اللي عمله في الأطفال. وبعد شوية لما بيدخل جثث البنت والجندي من الشارع، لما رمى جثة جاي للوحوش بيغمى عليه من الألم وبيفوق مرة واحدة وبيفتكر كل اللي حصل له ده، وبيخنق يون اللي كانت ساعتها بتعالج له جرحه وبيسيبها في آخر لحظة لما بيدرك إنها مش بتأذيه. وبعدها بيروح سانج ووك يدفن ميدالية البنت ويولع في صورتها والفلوس اللي أبوها كان اداها له علشان يدور عليها. ولما هيوك بيشوفه بيسأله عمل كده ليه، سانج ووك بيقول له إنه فشل في المهمة اللي كان متكلف بيها. نعرف إن الراجل مات وبنته هي كمان اتقتلت قبل ما يوصل لها. شوية وجيشو الفيروس بتظهر عليه أعراضه وبتبدأ تنزف تحول. كانت هتهجم على جيرانها وتقتلهم لولا إن واحدة منهم اللي كان جوزها بيضربها طول الوقت بتقرب منها وبتحضنها لغاية ما بتهدى وبترجع لحالتها الطبيعية تاني بتقاوم الوحش. أما كيونج بتكسر البوابة وبتروح على البدروم اللي فقدت فيه تليفونها وهي بتهرب من الوحش العنكبوتي، وبتفتكر كلام خطيبها في آخر مرة لما شافت عنده في المكتب كتاب مشروع كروكور. ولما بتسأله عليه بيتوتر وبيخبي الكتاب بسرعة وبيغير الموضوع. بنعرف إن كروكور ده هو مشروع الفيروس اللي سيطر على الناس والحكومة عارفة بيه من زمان وفي سر كبير وراه. وكيونج قررت إنها تخرج من المبنى وتروح لمكتب خطيبها تدور هناك على دليل علشان تفهم اللي بيحصل. بتاخد موتوسيكل الراجل العجوز اللي يوم بتخدمه، وطبعا محدش بيقدر يمنعها ويقول لها انت بتعملي ايه. وسانج ووك هيوك بيخليه يحرس المواد الغذائية علشان يحافظوا عليها على أطول فترة ممكنة. وقتها كان هيون سو بيبعتوه كل شوية في مهمة للشقق بتاعته يروح يجيب لكل واحد الأغراض اللي هو محتاجها لأنه أنسب واحد بما إن الوحوش مش خطر عليه ومش هيموت لأنه متحول.
بعد ما بيرجع ومعاه كل اللي قالوا له عليه بيدخل يتحبس في غرفة لوحده، لأنهم برضه خايفين منه يتحول بشكل كامل في أي وقت ويكون خطر عليهم. تاني يوم بيخرج علشان يجيب الأغراض الجديدة. المرة دي بيهاجمه وحش سريع لدرجة إن هيون سو مش بيلحق يشوفه، وفي الدور الأرضي كانت فاجئه بظهور وحش غريب الشعر مغطيه كله، وبيطلع إن ده كيم وزوجته بتهجم عليه تضربه بحديدة. فبيعتذر لها لأول مرة في حياته بترجاها تقتله، وهي فعلا بتنزل فيه ضرب لغاية ما تقتله. ساعتها كان هيون رجع وشاف المنظر وبيعرف إن ده ممكن يكون مصيره هو كمان، فبيدخل الأوضة وبيقفل على نفسه من غير ما يكلم أي حد. في الوقت اللي كانت كيونج وصلت مكتب خطيبها وبتفتكر اليوم اللي قامت فيه حريقة في المبنى وخطيبها اختفى. المهم إنها لما بتدخل مكتب خطيبها وبتدور هناك بتلاقي التابلت بتاع شغله، وبعد ما بتعرف تفتح الرقم السري بتلاقي وسط الملفات اللي على الجهاز ملف عن التجربة أو المرض ده. تعرف إن خطيبها اتصاب بيه، إنه كان بيعاني وبيحاول إنه يعدي أول 15 يوم من الإصابة علشان لو نجح مش هيتحول بشكل كامل وهيقاوم التوحش زي ما هيون سو بيعمل. كيونج ما خدتش بالها إن في كاميرا مراقبة شغالة وإنها كده متراقبة، وفي لحظة بتتفاجئ بمجموعة من الجنود حواليها وبيقبضوا عليها. هيون سو بقى كان نايم وبيحلم بالوحش اللي جواه، كان عاوز يتقبله ويسيبه يتحكم فيه ويظهر، بس هيون سو بيحاربه وبيرفض إنه يعترف بيه. بعدها يوم بيخلي هيون سو يروح يدور في الجراج على وسيلة يخرجوا بيها من المبنى علشان بالوضع ده مش هيعيشوا كتير، خصوصا ان المية خلصت. ولما بيوصل الجراج بيتفاجئ بالوحش العنكبوت قبض عليه ونسج عليه شباك وحبسه جوه شرنقة متعلقة في السقف. فجأة بيظهر وحش غريب كان عبارة عن سائل لازج أخضر بيغطي هيون سو. ولما الباقيين بيشوفوا اللي حصل له في كاميرات المراقبة بيروحوا على الجراج علشان يساعدوه، وبيتصدموا لما بيشوفوا مجموعة من الوحوش نايمين وهم واقفين. بيتحركوا بهدوء جدا علشان ما يصحهمش ويبقوا في ورطة، وفي اللحظة اللي بيلاقوا فيها هيون سو الوحش الأخضر اللي كان مغطيه بيختفي، وكان دمر الشرنقة اللي كانت حابسة هيون سو. وكده بنعرف إن في وحوش بتأذي ووحوش لأ، يعني مش كل اللي شكله وحش يكون خطر زي ما هيون سو كان بيقول. بس ساعتها الوحش العنكبوت كان بيهاجم السكان وبيظهر فجأة من فتحات التهوية وبيهجم عليهم، لما دوسك بيحاولوا إن يتصدى له ويوقعوا فخ من اللي عاملهم. جي سو بقى وهم خارجين بهيون سو بتحس بالألم وكانت هتتحول، والسلاح في الوقت ده كان هيقع منها على الأرض ويصحي الوحوش النايمة. فجأة بنلاقي إن الوحوش دي بتهاجمهم وكانت سرعتها رهيبة ورجليهم أصلا مش عادية وشبه الفضائيين. والوحش العنكبوتي كان مسك سو يونج الطفلة وهي بتحاول تساعد دوسك بعد ما وقع من على الكرسي المتحرك. في الجراج بتقدر المجموعة إنها تقرب من الوحوش بالعافية لما بياخدوا عربية ويسوقوا بسرعة جدا، بس برضه الوحوش بتفضل تهاجمهم من كل اتجاه لغاية ما بيدخلوا في الحيطة، وساعتها بيظهر العجوز ومعاه بندقية نار وبيولع في الوحوش وبينقذ الكل. في الوقت اللي كانوا فوق بيصارعوا الوحش العنكبوتي وبيقدروا يولعوا فيه، بس برضه ما كانوش عارفين يسيطروا عليه. فجأة بيظهر هيون سو وعينيه سودا خالص وقوته ملهاش حد، وبيهجم على الوحش ويطعنه مرة واتنين وهو بيكهربه لغاية ما بيقتله في النهاية. وأول ما بيقوم بيرجع الزنزانة بتاعته وبيقفل على نفسه، مع إن الباقيين بيعتذروا له إنهم استغلوه قبل كده وبيطلبوا منه إنه ما يدخلش ويقفل عليه تاني لأنهم وثقوا فيه. وبعد شوية ما كانش فيه أي حد بيكلم سانج ووك أبدا غير يون اللي راحت علشان تشكره إنه أنقذ حياتها من شوية. ساعتها سانج ووك بيعتذر لها عن معاملته ليها قبل كده وإنه كان هيخنقها، وبيطلب منها إنها تضمد له الجرح اللي في ظهره واللي تسبب له فيه الوحش اللي كان عضه قبل كده. بينتهي الحال إن سانج ووك وهيون سو منبوذين من باقي السكان وبيضطروا إنهم يقعدوا في مكان تاني لوحدهم علشان ياكلوا، والعجوز بيروح يقعد معاهم وبتصاحب عليهم لما بيحكي لهم عن ماضيه وإنه من فترة تعرض لحادثة والدكاترة قالوا إنه مش هيعيش أكتر من 6 شهور لأن أعضائه كلها كانت متدمرة، بس هو بإرادته أثبت العكس وإنه عايش دلوقتي أكتر من 2 سنين. بعدها يوم بيتفق مع دوسك على إنه يعدي العربية من اللي في الجراج ويخليها منيعة علشان يهربوا بيها من المبنى والوحوش ما تقدرش تهاجمهم. يونج في الوقت ده كان الجيش قبض عليها وبتعرف منهم ان الفيروس ده بقاله فتره وان كان في تجارب من الحكومه ودراسه على المصابين علشان يلاقوا له علاج، بس انتشر اسرع مما كانوا متخيلين، واللي كانوا في التجربه ماتوا الا واحد بس كان بيقاوم التوحش. ساعتها كيونج بتقول لها انها عارفه مكان واحد كده وقصدها على هيون سو، وبتتفق مع القائده انها تدلها على مكانه وبتديها جهاز تتبع وبتقول لها تضغط عليه في الوقت المناسب علشان يحددوا مكانها، وده في مقابل انهم يقولوا لها على مكان خطيبها. في المبنى كانت قامت خناقه بينهم لما بيعرفوا انه هيون بيخطط للهروب وهيسيبهم لمصيرهم. ساعتها هيون بيقول لهم على الخطه وان مجموعه منهم هتخرج تدور في اقرب مكان على ميه واكل علشان اللي عندهم خلاص بيخلص وهيكونوا في ورطه كبيره. بعدها بتظهر مشكله تانية وهي ان جي سو كانت بتعاني من الم شديد وعندها التهاب في الزايده، بيضطروا ان يعمل لها العمليه قبل ما الزايده تنفجر وتموت من الالتهاب. بس المشكله ان ما عندهمش ادويه ولا مكان معقم ولا اي شيء، فبيضطروا انهم يعقموا مكان وادوات بغليها في الميه، وهيون بيبدا انه يحضر نفسه علشان هيعمل لها العمليه بدون تخدير. في الوقت اللي كان متفق فيه مع هيون سو انهم يروحوا بالعربيه اللي عدلها دوسك علشان يوصلوا لاقرب مول او صيدليه ويجيبوا الاغراض اللي محتاجينها،
ساعتها وهيون سو خارج من المبنى لأول مرة من شهور بيفتكر ماضي قبل ما يدخل حالة الاكتئاب اللي خلته منطوي عن العالم، وبنعرف إنه كان شاب عادي جدا ومرح كمان بيساعد اللي حواليه. لما في يوم بيدخل مدرسته طالب جديد وبيلاقيه مش معاه فلوس كفاية علشان يشتري من المكنة، وساعتها هيون سو بيعرض عليه يديله الفلوس اللي معاه، فالشاب ده مش بيتقبل مساعدة هيون سو وبيتهمه إنه متكبر ومغرور. فجأة واحد زميلهم من فريق الكورة بيشوط الكورة ناحيتهم وبتيجي في الشاب الجديد وبيقع على الأرض، وبكل عفوية هيون سو بيمدله إيده ويساعده. بس في اللحظة دي حياته بتتقلب، لأن الشاب الجديد بيبدأ إنه يتنمر عليه طول الوقت وبياخد أصحاب هيون سو لصفه وبيضربه كل ما يشوفه، وبتسبب له في إصابات كبيرة، حتى بيخلي أصدقائه القدام هم اللي يضربوه كمان. واللي كان بيفكر يرفض إنه يضرب هيون سو هو اللي كان بيتضرب، فالكل بيتقلبوا عليه، وكمان بيهدد إنه هيقتل كل اللي هيتكلم مع هيون سو. مع الوقت حياته بتتقلب، لأن الشاب ده يبقى ابن صاحب الشركة اللي أبوه بيشتغل فيها، والمرة اللي حاول فيها هيون سو إنه ينتقم من زميله وبيزقه على الطريق قدام العربيات، تاني يوم كان أبوه مطرود من الشركة. وبنعرف إن الإصابات اللي في جسمه دي مش بسبب إنه مريض نفسي وعنده هوس إنه يأذي نفسه زي ما الأطباء شخصوه، ده زميله المتنمر هو اللي كان بيجبره إنه يعمل كده وإلا هيرميه على سطح المبنى. في الوقت الحاضر كانوا خارجين بالعربية من المبنى، ويا دوب بس بيعدوا الشارع بيظهر فجأة الوحش العملاق وبيضرب العربية ضربة واحدة بيقلبها ولا 20 قلبة. ولما هيون بيسمع صوت الدوشة بره بيعرف إن خطتهم فشلت، وبيبدأ العملية لجيسو من غير تخدير، ومن صدمة الألم اللي كانت حاسة بيها بتغيب عن الوعي. وبره كان هيون سو بيحاول إنه يتغلب على الوحش بس مش بيعرف، والعجوز بيبدأ في التحول وبيتصدى هو للوحش، بس بتظهر عربية مطافي فجأة وبتخبط الوحش وبتبعده عنهم، ودي كانت كيونج. وسانج ووك كان في العربية بيحاول ينقذ يون بسرعة قبل ما العربية تنفجر بيها، وفعلا بينقذها في آخر لحظة. وكيونج بتخبط الوحش تاني لغاية ما بتوقعه في انفجار العربية، ولما بتلاقيه لسه مش بيموت بتخبطه مرة كمان وبتوقعه في موقع بناء وبيقع على الحديدة مش بيعرف يتحرر منها، وعشان تضمن إنه ما يقاومش تاني بتوقع عليه عربية مشتعلة والنار بتمسك فيه. وبيدخلوا كلهم المبنى من جديد، وشنطة الإسعافات اللي كانت في عربية المطاف بياخدوها علشان يستعملوا اللي فيها ويساعد يون اللي بتعاني من الربو، وجيسو اللي معرضة لالتهاب العملية ولازمها مضادات حيوية. بعدها كيونج بتروح تجرح هيون سو في ايده علشان تعرف اذا كان فعلا مش بيموت وبيتعافى في ثواني ولا لا، ولما بتتأكد لما بتشوف الجرح بيلتئم كأنه لم يكن، بتنهار وبتقوله على اللي حصل لها والتجارب اللي الحكومة كانت بتعملها على الناس المصابين، وبتعتذر له انها قالت لهم عليه انه هيكون في خطر مضاعف دلوقتي، لان الحكومة لو وصلت له هيعملوا عليه تجارب، وده علشان يلاقوا علاج للتوحش اللي بيسيطر على الناس. المميز في الفيروس ده انه كان مش فيروس عادي زي الزومبي مثلا، واللي الزومبي بيعضوا او بيجرحوا بيتحولوا كمان، ده اللي بيتحكم فيه الفيروس هي المشاعر البشرية، وكل واحد على حسب جسمه وسيطرة الفيروس عليه بيحول الوحش مختلف. والاكتئاب والمشاعر السلبية هي اللي بتوصل لانهم يتصابوا، ولسه الحكومة بتحاول تلاقي علاج للفيروس ده. جيسو كانت اتحسنت وفي حالة كويسة بس لسه ما فاقتش، بس تعتبر حالتها مستقرة. وزوجة كيم بتكشف لهم انها هي كمان ظهرت عليها الاعراض، لما بتطلب منهم يقتلوها قبل ما التحول الكل بيرفضوا، هي بتختار انها تتحبس في الزنزانة علشان ما تأذيش حد منهم. وبعدها كانت كيونج في حيرة من امرها وصراع علشان عاوزة تضغط على جهاز التتبع اللي اداهولها الجيش وتحدد لهم مكان هيونج سو، لما بتتفاجئ بجندي بيهجم عليها وبيضربها، بس هي بتقدر تقلب عليه الترابيزة وبتضربه هي. ولما الباقيين بيشوفوه بيتصدموا وكانوا خايفين، بس الجندي ده كان في حالة غريبة بيقول لهم انهم لازم يهربوا بسرعة والا الكل هيموتوا، ومحدش كان فاهم هو بيقول ليه كده. ولما يسو بتفوق كان هيوك هو اللي قاعد جنبها يحرسها ويطمن عليها، وهي بتطلب منه انه يعلمها مهارات السيف. فلما الجندي بيفوق وبيسمع صوت اللاسلكي بيتجنن وبيحاول يهرب بس هما بيمنعوه، وكيونج بتدمر اللاسلكي وبتعرف ان في حاجة غلط، وبتطلب من سانج ووك انه ينزل نداء الاستغاثة للناشرينه على المبنى بره. وجوه كانت آن بتحاول ما تدخلش في مرحلة التحول الكامل، بس كيونج بتساعدها انها ترجع لعقلها تاني وتسيطر على مشاعرها وبالتالي ترجع لحالتها الطبيعية. في الوقت اللي هيون سوك بيشوف الحارس اللي كان هيقتله بالغلط أول مرة وصل فيها المبنى كان متحول دلوقتي وبينزل في الأسانسير وشكله ما يطمنش، وهيون سو مش بيلحق يوقفه، لا وكمان في وحوش تانية بتقتحم المكان وتهاجم سانج ووك اللي بيطلب من هيون سو انه يروح هو ينقذ الباقيين. وهيون سو ما كانش قدامه غير انه ينط من الدور التاسع للأرض وينزل على رجليه تتكسر كسر مضاعف. الحارس المتحول بيهجم على الناس بس هيوك بيصده بالسيف بتاعه، وهيون سو لسه بيحاول يقوم، والحارس علشان يتخلص من هيوك بيقطع له دراعه بالسلاح اللي معاه، بس هيوك مش بيستسلم ويسيبه يأذي الناس. بايده التانية بياخد السيف وبيطعن بيه الحارس وبيرجعه الاسانسير تاني، وبيفضل يطعن فيه بايد واحدة علشان يقتله ويحمي الباقيين. والكل كانوا بيتفرجوا وهم مصدومين انه ضحى بنفسه لغاية ما هيون بيرمي عليه شعلة نار ويولع فيه هو والحارس في اللحظة اللي هيوك كان مات فيها. وبعد ما الكل بيدفنوا هيوك كانت جيسو هي اكتر واحدة متأثرة بموته، لانه في اخر دقيقة قبل ما يروح يواجه الحارس ويموت كان اعترف لها بحبه
وبتروح تقعد في مكان لوحدها وهي منهارة. بس أخت هيون بتروح تديها السيف بتاع هيوكو وتواسيها. في الوقت اللي العجوز كان بيراقب الوضع بره المبنى وبيشوف عربية من بتوع الجيش جاية ناحيته، ولما كيونج بتشوفها بتستغرب لأنها ما ضغطتش على جهاز تحديد الموقع زي ما كانت متفقة معاهم، فبتبدأ تشك مين دول. ويا دوب دقيقتين والعربية بتقتحم المبنى وبتكسر الحيطة. كل الناس بيترعبوا وبيجروا يستخبوا وبيكتشفوا إن في العربية دي عصابة مش أكتر، وأول حاجة بيعملوها إنهم بيهجموا على الجندي اللي كان في المبنى وهربان منهم أصلا، وبيطعنوه ولا 10 طعنات، وبيقطعوا صابعه علشان يفتحوا ببصمات وشنطة معاهم سارقينها من الجيش، وبيحاولوا يفتحوها بس الشنطة مش بتفتح برضه، فبيقتلوا الجندي برصاصة في راسه. زعيم العصابة بيأمرهم إنهم يدوروا على أي حد مستخبي ويجمعوا كل الناس، وبعدها واحد منهم بياخد الشنطة دي ويخبيها تاني في العربية. ساعتها كيونج كانت مستخبية وبتشوفه وهو بيحط الشنطة، وأول ما بيمشي بتتسحب وبتروح تاخدها في الوقت اللي كان العجوز خبى سو يونج علشان العصابة ما تلاقيهوش. وبعد شوية كانوا جمعوا كل السكان ووقفوهم في دايرة ومنعوهم من إنهم يخرجوا منها، وعشان يهددوهم بيقتلوا واحدة منهم. دلوقتي كانت كيونج وسانج ووك وجي سو هما بس اللي العصابة ما مسكتهمش، بس جي سو من حظها إن بيلاقيها واحد مجنون من العصابة وهي بتعمل إنها ميتة علشان يسيبها، واللي بينقذها منه إن واحد زميله اسمه ميونج بينادي عليه ويقول له إن الزعيم عاوزه. وقتها بقى كان زعيم العصابة بيتكلم مع هيون بما إنه قائد المجموعة، وبيقول إنهم كانوا في مكان تاني قبل ده، والناس اللي كانوا هناك ماتوا وإنهم قتلوا بعض لأن ما كانش فيه أي دليل على إن حد منهم اتحول لوحش، والمكان كان متحصن كويس فمفيش مجال إن يكون وحش اقتحم المكان ولا حاجة. زعيم العصابة بيقول لهم إن المشكلة مش في الوحش، الخوف الأكبر من البشر اللي في الأوقات دي بيكونوا مخيفين أكتر من الوحوش وبيتصرفوا بطريقة محدش يعرف يتوقعها أصلا. زي ما هيون سو كان بيقول إن الوحوش مش كلهم بيأذوا ويقتلوا، في وحوش طيبين، وبرضو الناس نفس الحوار، ممكن ما يبانش عليهم الشر بس أوقات الخطر بيرتكبوا جرائم أصعب من اللي بيرتكبها الوحوش بمراحل. ويون بيتفق مع هيون سو على إنهم يستنوا الفرصة اللي هتيجي ويعرفوا ساعتها يتصرفوا. في الوقت اللي كانت كيونج بتدور على بندقية سرقتها من العصابة ومخبياها بس مش بتلاقيها، وبنكتشف إن اللي أخدها هو سانج ووك اللي بيتقاتل مع 2 من العصابة بالبندقية دي، وطبعا هو ما كانش عارف إزاي يستخدمها فبيضربهم بيها، وكيونج بتساعده وهما الاتنين بيتغلبوا على أفراد العصابة. وبيلاقوا بعدها يونج سو، وبالصدفة كان الوحش الأخضر قصادهم وعاوزين يقتلوه، بس يونج سو بيمنعهم وبيقول لهم إن الوحش ده هو اللي أنقذه. اتاري من شوية كان واحد من العصابة كشف مكانه وكان هيمسكه، لولا إن الوحش الأخضر ظهر ونقل يونج سو لمكان تاني بسرعة قبل ما المجرم يشوفه. وفعلا كيونج وسانج ووك بيسيبوا الوحش يمشي، وسيوب زعيم العصابة كان قتل إم برصاصة في دماغها قبل ما تتحول لوحش كامل وتقتلهم. وقتها كان كيونج وسانج ووك بيفكروا في خطة علشان يهجموا على العصابة ويقتلوهم، وبسرعة ومن غير تفكير بيهجموا عليهم وبيضربوهم بالنار وبيقتلوا عدد منهم. كل ده وسانج ووك شايل يونج سو على ظهره، ومش بيفضل من العصابة غير سيوب و3 من رجالته، وبيهدد بقتل هيون لو ما بطلوش قتال، وفعلا الكل بيخافوا بيوقفوا قتال. بس في لحظة بتظهر إنه بتطلع ما ماتتش ولا حاجة، وبتطعن هيون سو بإيديها في صدره وتخترق ظهره، وهو واقف مصدوم من الموقف ومحدش كان مستوعب أصلا، وبيضطر إنه يخنقها لغاية ما بتموت بجد المرة دي. بعدها سيوب بيولع فيها علشان يضمن انها ما تقومش تاني، سيوب بياخد هيون وبيطلع بيه على سطح المبنى علشان يرميه ويتاكد انه هيموت لانه عرف انه متحول وممكن بعد شويه يبقى وحش كامل. في الوقت اللي جيسو بتهجم على واحد من العصابه علشان تنقذ يون قبل ما يقتلها، ولان جيسو كانت مصابه مش بتقدر تتحمل ضربه فيها وبتقع على الارض، ويون ساعتها بتغفله بطعنه بسيف هيوك وبيموت، وبتقع على الارض مصدومه لان دي اول مره تقتل حد. وبقى السكان بيهجموا مره واحده على الاتنين الباقيين وبيحاولوا يقتلوهم، وكيونج بتنجح في داب البندقية اللي معاها، وسانجوك بينقذ يون للمرة التانية لما بيلحقها بجهاز الربو لأنها ما كانتش في الوقت ده قادرة تتنفس. وعلى سطح كان سيوب بيضرب هيون سو بالنار، وفجأة ميونج بيهجم عليه وبيشيله ويرميه من فوق المبنى يقتله، وبتكتشف إن ميونج هو المتحول الناجي من التجارب الحكومية اللي الجيش كانوا بيقولوا لكيونج عليه، وإنه نجي من التوحش وعنده القدرة على الشفاء. وبنشوف ده لما واحد من العصابة بيضربه بالنار، بس ميونج مش بيتأثر والرصاصة بتيجي في رقبته مش بتعمل فيه حاجة، فبيهجم على اللي ضربه وبيقتله، يسيب التاني يمشي بما انه ما حاولش يقتله. ولما بيقرب من هيون سو بيسلم عليه عاوزه يكون حليف له بما انهم هما الاتنين شبه بعض. بتعدي طيارة بترمي منشورات للإبلاغ عن المصابين الناجين من التوحش واللي هيبلغ الجيش هيضمن له الأمان. ساعتها ميونج بيكشف لهيون سو الحقيقة وبيقول له ان هو اللي قتل الناس اللي سيوب كان بيقول عليهم. وبعدها بينزلوا هما الاتنين وميونج بيشوف جنين الوحش اللي في شقة دوسك وبيسيبه مش بيأذيه. وبعد ما بيشكك هيون سو في كل سكانه بيقولوا انهم مش هيدافعوا عنه بعد ما شافوا المنشور الأحمر، بيبدأ هيون سو يفكر في كلامه بجد ويتخيل جيرانه هيعملوا معاه ايه. ولما بيخرج من الأسانسير بيلاقي الكل مستنيينه بالأسلحة في ايديهم،
فبيعرف ان ميونج عنده حق وان جيرانه مش متقبلينه وخايفين انه يتحول لوحش ويقتلهم بعد كل اللي عمله عشانهم وانه كان بيحميهم من الوحوش. ولما الكل بيهاجموا ميونج وكانوا عاوزين يطردوه لانه خطر عليهم، هيون سو بيدافع عنه بيقف بينهم وبينه لانه شبهه. وبعدها ميونج بيتفق مع هيون سو على انهم يخرجوا بعد كده سوا ويدوروا على اللي زيهم، وهنا بيحكي له عن اللي حصل له وانه اتطوع للتجربه بمزاجه علشان الحكومه تعالجه. بس الموضوع بيخرج عن السيطره ووحش بيندمج في جسمه وبقى في الحاله دي واكتسب القوه الخارقه اللي عنده. وكان ميونج شايف ان ده التطور وانه تم اختياره وجه الوقت اللي يقضوا فيه على البشر الضعاف، وهو واللي زيه هم اللي يكملوا حياتهم في الكوكب. في الوقت ده كان 2 من السكان لقيوا الوحش الاخضر وكانوا هيولعوا فيه، ويونج سو لما بيشوفه بيجري عليهم علشان يمنعهم لان الوحش ده طيب وانقذه. بس محدش بيسمع كلامه وبيرموا شعلة نار على الوحش وبيولعوا فيه لغايه ما بيموت. ولما هيون سو بيشوف الموقف ده بيقتنع بكلام ميونج اكتر وبيتاكد ان البشر والوحوش ما ينفعش يتعايشوا في سلام. وميونج بيكشف لكيونج خطه الساعه الذهبيه للجيش، انهم مش هينقذوا حد ولا حاجه، وان لو الامور خرجت عن السيطره ومعرفوش يفرقوا بين اللي هيتحول لوحش وبين اللي مش مصاب هيقتلوا الكل قبل ما الجيش يباد. طبعا كيونج لما بتسمع الكلام ده بتتصدم لان كده مفيش مكان امن يلجأوا له. والمنشورات اللي الجيش وزعها ونشرها في المدينه كلها فخ علشان يجمع الناس ويقضي عليهم وبس. ساعتها كيونج بتدي جهاز التتبع لهيون وبتقول له على الاتفاق بتاعها مع الجيش وانها لو ضغطت على الجهاز الجيش هيجي بسرعه. وقتها كان في واحد من السكان سامعهم وبيغفلهم وبياخد الجهاز وبيضغط عليه، والعجوز كان بيحفر في البدروم علشان يوصل للمخبأ السري اللي هيكونوا فيه في امان بعيد عن الوحوش. وسانج ووك كان ساعتها اخد يون وبيجري بيها علشان يخرج من المبنى لانها كانت في حاله صعبه ومحتاجه علاج باسرع وقت لان جهاز الربو خلص وما بقتش عارفه تاخد نفسها. ساعتها ميونج بيوقفه وبياخد منه مفتاح العربيه اللي كان هيهرب بيها، بس هيون سو بيقنعه انه يسيبهم يخرجوا، هما كده كده ميتين، وبيتفق معاه انه يمشي معاه ويسيبوا كل السكان هنا لمصيرهم المجهول. وفعلا سانج ووك بيشيل يون وبيجري بيها على العربيه، بس قبل ما يوصل كان ميونج ضرب عليهم نار ويون اتصابت، بس بتخلي سانج ووك يكمل في طريقه من غير ما يبص وراه. وميونج في المبنى بيدور الضرب في كل الموجودين، بيضرب عليهم كلهم رصاص، بس كيونج بتضربه بالنار هي كمان، بس الرصاص اللي بيصيبه بيخرج من جسمه تاني وجروحه بتلتئم في ثواني. ساعتها هيون سو بيهجم عليه وبيبعده عن الباقيين، بس ميونج بيضربه وبيثبته على الحيطه وبيكشف له ان هو اللي قتل الكل قبل كده ومش هيمشي من هنا الا لما يقتل كل الموجودين برضه، وكمان ان مش هيون سو اللي قتلها ولا حاجه لانها كانت ميته اصلا لما سيوب ضربها بالنار، وانها لما هجمت هيون سو كان الوحش اللي جوه ميونج هو اللي اندمج معاها وبيحركها. ساعتها هيون سو بيتصدم وميونج بيرميه على الارض وبيبدا يدمر في المكان ويطارد الناس علشان يقتلهم. فجاه بيحصل كسوف الشمس وهيون سو بيتحول لوحش كامل لما بيخرج من ايديه اشواك كتيره جدا لغايه ما بتعمل جناح من الرماد بيحرق اي حاجه يلمسها وبيقتل ميونج بيه لغايه ما بينهيه وبيتبخر. وكان في الحاله دي مش في وعيه وكان هيهجم على الناس، بس دوسك بيجري عليه وبيحضنه علشان يهديه، وفعلا بينجح في انه يخلي هيون سو يرجع لحالته الطبيعيه، بس في المقابل هيون سو قتله وهو مش في وعيه. وبره كان سانج ووك ويون ماتوا من النزيف في العربيه في محاولتهم للهرب بحياتهم. وهيون سو لما بيفوق وبيكتشف ان هو اللي قتل دوسك بينهار وبيروح يقعد لوحده. العجوز بقى كان لها المخبأ وادى المفتاح ليونج سو، وتاني يوم بيروحوا يصحوه بيكتشفوا ان مات فبيدفنوه وبيروحوا يفتحوا المخبأ ويستخبوا هناك. في الوقت اللي بنكتشف ان الوحش اللي كان في ميونج ما ماتش وانه هرب في عربيه من المبنى شويه، وكان الجيش وصل وبيطالب الكل انهم يخرجوا من المبنى ويسلموا نفسهم، وهيون سو هو اللي بيخرج والكل بيستخبى في المخبأ تحت الارض، وهيون بيروح وراه علشان يرجعه ويحميه من الجيش، بس هيون سو بيرفض وبيخرج من المبنى وكانت عينيه كلها سواد وفي حاله تحول لوحش. اما هيون بيستنى في غرفه المراقبه والمبنى كان بيتهد عليه، بس بتظهر عليه اعراض الفيروس وبيبدا يتحول، يعني مش هيموت ولا حاجه. وفي المخبأ كانت واحده منهم لقت الكلب بتاعها اللي بيدلهم على المخرج من المكان ده، وبيخرجوا للنور تاني يوم ويلاقوا نفسهم بعيد عن المبنى، بس الجيش بيحاصرهم وكيونج بتسلمهم الشنطه بيروحوا مع الجيش، بس كيونج هي اللي بتنضم للجيش علشان تكمل باقي الاتفاق. وهيون سو كان بترحل مع الجيش وبينتقل لجزيره تانيه، بس نكتشف ان اللي سايق العربيه بيه هو سانج ووك، وكان استعاد وشه من غير اي ندوب او حروق زي ما كان في الاول. وبنفهم ان الوحش اللي كان في ميونج لما هرب من المبنى اندمج في جثه سانج ووك علشان يعرف يعيش. وهنا بيخلص المسلسل. يا ترى بقى هيون سو هيتحد مع ميونج الوحش المتمثل في سانج ووك ولا هيعملوا ايه بالظبط؟ بكده تخلص حكايتنا النهارده. لو عجبتكم ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل جديد بنعمله.